بس القصة اللي كانت سبب ورا الفكرة والدعوة دي قصة فيها شجن. سنة 1974 وفي حي من أحياء القاهرة النابض بالحياة المعروف بجدعنة أهله وشهامتهم الشديدة، كان كاتبنا مصطفى أمين موجود هناك في حي السيدة زينب وشاف جنازة. لكن المشهد كان غريب على الشارع المصري وقتها، فالجنازة ما كانش ماشي فيها غير 3 رجالة بس. استغرب مصطفى واندهش، ازاي كده؟ فسأل الناس مين المتوفى، فقالوا راجل عدى 70 سنة بس لا كان بيحب حد ولا حد بيحبه. اتأثر جدا، ودي كانت الحدوتة ورا دعوته لنشر الود والسلام وتقوية روابط الحب بين الناس وبعض. فالنهاردة اسمحولي تبقى الحدوتة عننا، عن المصريين ولاد البلد الجدعان المتفائلين المعروفين ببحثهم عن السعادة والرضا في الله.